عايزكم تفرقوا ما بين حاجة مهمة جدا، الفرق ما بين التفتيش القضائي والتفتيش الإداري. ما يقوم به موظفي الجمارك الخاصين بتفتيش الأمتعة للسادة المصريين أو الأجانب اللي بينزلوا مصر، ده ليس تفتيشا قضائيا، ده تفتيش إداري تابع لهيئة الجمارك المصرية، سواء الميناء الجوي أو الميناء البحري. يعني ضابط المباحث لو جات له إخبارية إن مسافر ما معاه ممنوعات أو أي شيء معاقب عليه في القانون، وقال لموظف التفتيش الإداري إن الراكب ده أو الراكب اللي موجود في الرحلة كذا معاه ممنوعات أو معاه أي شيء مخالف لأحكام القانون المصري، يترتب على هذا التفتيش بطلانا مطلقا. يعني التفتيش ده غير صحيح، سواء أفصح ضابط المباحث عن نفسه كونه ضابط مباحث، أو إنه هو أخبر مفتش الإدارة اللي هو مفتش الجمارك إن فلان معاه أو معايا إخبارية إن فلان ده معاه شيء ممنوع تداوله يعني في الإقليم المصري. فلازم تفرق ما بين الاثنين. فلو أنت مسافر، فلو أنت مصري يعني وجيت مصر وحد عطالك أي حاجة قال لك وصلها معاك مصر، حضرتك ما ينفعش تحت أي شكل تاخدها، لأن غالبا اللي بيقوم بهذا التفتيش هو موظف الإدارة اللي هو موظف هيئة الميناء اللي هو بيفتش حضرتك يعني. وهو على فكرة الراجل ده معاه ضبطية قضائية، هو مش شخص من أشخاص التابعة لوزارة الداخلية. على فكرة ممكن يكون موظف إداري عادي، ولكن معاه الضبطية القضائية باعتباره موظف من موظفين الميناء اللي هو الميناء الجوي أو الميناء البحري. فخد بالك من هذا الأمر لأنه خطير، لأن إثبات عكس هذا الأمر هيؤدي بيك إنك للأسف هتاخد 4 أيام، هتاخد 15 في 15 إلى أن تتولى التحقيقات وتثبت براءتك. فخد بالك، ممنوع على أي مصري مسافر للخارج وهو جاي مصر إن يجيب أي حاجة لا تخصه إلا بعد ما يفحصها فحصا كاملا، حفاظا على مصلحتك وعلى أمنك، وتيجي مصر إن شاء الله بالسلامة. وأشكركم جزيلا.